خلاص عندك ظروف، الله يعينك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها والا ما اتاها. انت مش حاسس بينا، انت اللي ايده في الماء مش زي اللي ايده في النار. انت بتقول كلام قاعده على المكاتب، لما تيجي تشوفنا واحنا بنرضع تبقى تحس بينا. انت هجوم شديد عشان بشجع الرضاعه الطبيعيه. يا جماعه دلوقتي في ترند عالي قوي ان احنا نروح للرضاعه الصناعيه. انا بقول لك انا بعكس الترند، بقول لك اهميه الرضاعه الطبيعيه، فوائدها، يعني تاثيرها على الام، تاثيرها على الطفل. عشان اقول لكم يا جماعه ان الرضاعه الطبيعيه افضل 1000 مره. طيب هل انا بخاطبك يلي دخلت اللبن الصناعي عشان عندك حاله معينه او الدكتور كاتبها لك؟ لا، خلاص عندك ظروف، الله يعينك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها والا ما اتاها. عندك ظرف، دكتورك دخلك لبن صناعي. انا مش بكلمك انت، انا بكلم مين بقى؟ بدخل رضاعه عشان يعرف ينام، بدخل رضاعه عشان بتكسف ارضع قدام الناس، بدخل رضاعه عشان انا لا قرفانه، بدخل لبن صناعي عشان. وعلى فكره الناس دول لو قرروا يدخلوا صناعي برضو ده قرارهم. انا يا جماعه مش هخش، يعني انا مش حكيم عليكم، انا بس عايز اقول لكم ان الرضاعه الطبيعيه افضل شيء. يعني انا ما عليا الا النصيحه وابين لك قيمه واهميه اللبن الطبيعي مقارنه بالصناعي. لكن انتوا يا جماعه اعملوا اللي انتوا عايزينه، اعرفوا نيتي قبل ما تحكموا على كلامي.